بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا كما وعدناكم متابعينا الكرام في حلقة البارحة أننا اليوم سنتحدث عن موضوع التشحيم. كيف أعرف أن طيوري مصابة بالتشحيم؟ ما هي أسباب التشحيم؟ وكيف أعالج الأمر؟ إذا فرجة ممتعة إخواني. إذا كما سبق وذكرنا أنه من بين الأسباب التي تدفع إلى الحصول على البيض غير مخصب رغم أن الذكر يقوم بتلقيح الأنثى وهو التشحيم. فكما نعرف يا إخواني أن التشحيم لا يكتفي فقط بإصابة بطن الطائر، بل يلتف حول جهازه التناسلي أيضا، مما يجعل عملية تلقيح الذكر للأنثى أمر صعب بل شبه مستحيل. فبالتالي أنت ترى أن الذكر يلقح الأنثى ورغم عن ذلك تحصل على بيض غير مخصب. إذا سببه هو التشحيم. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى التشحيم؟ طبعا في هذه الفترة من السنة يلجأ العديد من المربين إلى تقديم عدة وصفات تكون غنية بالدهنيات. فالطائر يبدأ بتناول المواد لكي يجهز، فتتفاجأ أنت بأن الطائر قد أصيب بالتشحيم. لماذا؟ لأن الطائر يا إخواني لا يحتاج إلى تقديم العديد والعديد من الخلطات حتى يجهز، لأن ليس لديه مساحة كافية لحرق الدهون في القفص، عكس الطيور التي تربى في السلكة. إذا أنصحك عزيزي المربي بأن تتفادى تقديم عدة وصفات غنية بالدهنيات كالبيض المسلوق مثلا. تكثير من البيض المسلوق وتكثير من خلطة البذور، فهذا يؤذي الطائر وقد يؤدي به إلى التشحيم. إذا كانت هذه من بين أسباب إصابة الطيور بالتشحيم. الآن نمر إلى كيفية معرفة هل طائرك كيف تعرف أن الطائر مصاب بالتشحيم. عندما تقوم بفحص بطن الطائر تجد لون أصفر في بطن الطائر، بالإضافة إلى جهازه التناسلي أيضا يكون به لون أصفر، بالإضافة إلى أن حجم الطائر يكون كبير مقارنة بالطيور العادية. هذه هي كيفية معرفة هل الطائر مصاب بالتشحيم. تقوم بالنفخ في البطن تجد به اصفرار. إذا كيفية معالجة هذا الأمر؟ لمعالجة هذا الأمر يا إخواني الطريقة جد سهلة. الطريقة الأولى تأخذ مشربية الطائر، هذه هي مشربية الطائر، تملأها ب9 قطرات من خل التفاح. هذا هو خل التفاح يا إخواني. تضع 9 قطرات في المشربية وتقدمها للطائر لمدة 7 أيام. كل يوم تجدد الماء وتضع فيه 9 قطرات من خل التفاح في المشربية. أعيد لكي تفهم الطريقة جيدا: 9 قطرات من خل التفاح في مشربية الطائر لمدة 9 أيام مع تغيير الماء كل يوم. هذه الوصفة الأولى. الثانية يا إخواني هو وضع ملعقة كبيرة من البذور فقط في معلف الطائر، ملعقة كبيرة في اليوم، نعم ملعقة كبيرة. الطريقة الثالثة يا إخواني هي وضع مشربية الطائر ومعلف الطائر بعيد، مجاجم تضعها بعيدة عن المشربية والمعلف حتى يتحرك الطائر جيدا في القفص ويقوم بحرق الدهون. الطريقة الرابعة يا إخواني وهي تطيير الطائر، إخراجه من القفص وتطييره في الغرفة بعد أن تغلق النوافذ حتى لا يهرب. طبعا تطيير الغرفة مع محاولة فزعه قليلا حتى يقوم بحرق الدهون جيدا. إذا كانت هذه الحلقة اليوم عبارة عن كيف تتخلص من التشحيم عند الطيور حتى لا يضيع عليك موسم الإنتاج. غدا إن شاء الله سأريك كيف تصنع خل تفاح طبيعي مفيد لطيورك في المنزل فقط. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. طبعا إذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بالفيديو لتدعمنا أكثر على الاستمرار. إذا لم تكن من المشتركين فلا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.